دي مش مشكلة يا بنت حلوة، قتل الزومبي ده يعتبر هواية ليا. انقذتني. لا لسه لازم نلاقي المريض الأول عشان ننهي الموضوع ده مرة وللأبد. واو يا اسطى. دينج دونج، بطل اللي تعمله عشان هخليك تهروله. مايك، وانت كسرت الباب بتاعي؟ ايوه، كان في حاجة مهمة. كل سنة وانت طيب. واو. شمعة، كويس ان انت منسيتش. الوحيد اللي مش هينساك. هو عندك البسكوت الحلو قوي؟ انا سايبه في المطبخ، بس لو انت عايز. شكرا يا صاحبي. مايك، ما تاكلهمش كلهم، سيب شويه لبعدين. ما تاكلش كل البسكوت. مايك. يا لهوي، دي تورته. مايكل. مايك، انا بحس ان انت مش بتحترمني كصديق. يا زاك، انا بحترمك، وانا هخلي صداقتنا تكون اقوى بعد اليوم ده. اوه ايوه، كل سنه وانا طيب. شكرا يا مايك، الشمع ده حاجه عظيمه. ايوه، كل سنه وانت طيب يا زاك. انا مش عارف اللي حصل بالظبط، بس اكيد انت عملت حاجه. طفي النار، طفي النار. انت بتعمل ايه؟ انا مش راجل مطافي يا زاك. هي مش محتاجه عبقريه عشان تطفي النار. ورينا شطارتك استاذ عبقري. اطلعي. نار وحشه، نار وحشه، اطلعي بره. انا مايك وبعرض عليك عرض مغري. ايه رايك تاخد الشيك ده اللي مقدر ب$5000 وتسيب البيت لمده 24 ساعه؟ احنا خلاص هنموت. لحظه، اسكت يا مايك. حاضر. الراجل كان قال ايه في الفيلم الصبح؟ احنا لازم نلاقي المريض الاول عشان ننهي الموضوع ده. هي دي، احنا المفروض نلاقي المريض الاول. نعم، اللي بدأ النار. لازم نلاقي الشمعة ونطفيها عشان النار تنقرض. انت بتتكلم عن فيلم الزومبي؟ ايوه، هنقتل السبب الرئيسي وكل التأثير اللي هو عمله هيختفي. الموضوع نفسه هينطبق على النار. الزومبي مش حقيقي. اخرس. ماشي. انا هدخل، اوعى تنساني يا مايك. انت هتموت. احكي قصتي. مش هتبقى قصة حلوة على فكرة. مات. انا فرحان الموضوع خلص. وانا كمان، بس دي اغبى فكرة انا شفتها في حياتي كلها. بص يا مايك، اوقات الافكار اللي بتبقى غبية ممكن تكون اعظم الفكر. عمرك ما هتعرف غير لما تجربها. اظن ده صح. مايك. ايوه صح، الشمعة السحرية لما بتيجي تطفيها بتولع بطريقة سحرية. مايك، الشمعة السحرية دي بتتحط للتورت، مش بتتحط لشمع الزينة. بص، هو بيبقى هزار تقيل لما بتبقى بين كتير، فجالت لي فكرة ذكية ان انا اجيب لك واحدة بس. مايك، دي فكرة زبالة. بس انت عمرك ما هتعرف لحد ما